قال صاحب المختصر في تفسير القرآن الكريم في بيان تفسير سورة الكهف، قال في بيان قول الله عز وجل: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قال من مقاصد السورة بيان منهج التعامل مع الفتن وضرب النماذج لذلك. التفسير: الثناء بصفات الكمال والجلال وبالنعم الظاهرة والباطنة لله وحده، الذي أنزل على عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم القرآن ولم يجعل لهذا القرآن إعوجاجا وميلا عن الحق، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، بل جعله مستقيما لا تناقض فيه ولا اختلاف، ليخوف الكافرين من عذاب قوي من عند الله ينتظرهم، ويخبر المؤمنين الذين يعملون الأعمال الصالحات بما يسرهم أن لهم ثوابا حسنا لا يدانيه ثواب، خالدين في هذا الثواب أبدا فلا ينقطع عنه، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، ويخوف اليهود والنصارى وبعض المشركين الذين قالوا اتخذ الله ولدا وهم النصارى. وقوله عز وجل: ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ليس لهؤلاء المفترين من علم أو دليل على ما يدعونه من نسبة الولد إلى الله، وليس لآبائهم الذين قلدوهم في ذلك علم. عظمت في القبح تلك الكلمة التي تخرج من أفواههم دون تعقل، ما يقولون إلا قولا كذبا لا أساس له ولا مستند، لأنه سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقوله عز وجل: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فلعلك أيها الرسول مهلك نفسك حزنا وأسفا إن لم يؤمنوا بهذا القرآن، فلا تفعل، فليس عليك هدايتهم وإنما عليك البلاغ. وقوله عز وجل: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. إنا جعلنا ما فوق وجه الأرض من المخلوقات جمالا لها لنختبرهم أيهم أحسن عملا بما يرضي الله وأيهم أسوأ عملا لنجزي كلا بما يستحقه، وإنا لمصيرون ما على وجه الأرض من المخلوقات ترابا خاليا من النبات، وذلك بعد انقضاء حياة ما عليها من المخلوقات، فليعتبروا بذلك. نكتفي بهذا والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.